السنجله بقت جنتله فعلا بالنسبه لولاد كتير، وده مش بدافع تريح الدماغ اكتر من ان الجواز ما بقاش سهل زي الاول. مسؤوليه كبيره على الولد من اول ما يجيب شقه لحد ما يجهزها للاخر خالص. المرتب مش مساعد قوي على انه يلحق على متطلبات الجواز، غير بقى مصاريف الخطوبه وهدايا رايحه جايه، وده عيد فطر، لا ده خروف العيد، لا دي عروسه المولد، ودول طبعا الجود بوي اللي بيدوروا على الاستقرار. وان احنا كبنات لما بنلاقيهم بنحس ان هم رجاله بجد، وعشانهم ممكن نتنازل عن حاجات كتير، وكمان نقف جنبهم ونبقى ستات لا تعرف المستحيل. لكن الباد بويز والاخلاق الثعبانيه ليهم منظور تاني في الموضوع ده. الارتباط وجع دماغ واتصالات كتير، ورايح فين وجاي منين، حد بيتدخل في كل تفاصيل حياته، مش عاوز يبقى ملتزم تجاه شخص واحد باي حاجه، وعاوز يهاف فن مع دي ومع دي من غير ما حد يقول له انت بتعمل ايه، ولا كنت ويتنج مع مين، ومين اللي مصوراك وباينه في النضاره. ما بيبقاش شايل هم هدايا الفالنتاين، عيد الميلاد، عيد اول مره قالك بحبك، وهو النهارده مش بيفكرك بحاجه لانه هو عمره ما هيفتكر حاجه. مش هيعيش جو دراما كوين وشقلبه الهرمونات، ولو كنت مهتم كنت عرفت لوحدك. هو عاوز يعيش لا يبالي كده. لكن احنا كبنات مشاعرنا مرهفه، بنبقى عايزين نعيش قصه حب طول الوقت، بنحب الحب، بنحتاج من وقت للتاني حد نعيش عليه اسقاطاتنا الهرمونيه، ويشاركنا تفاصيل يومنا، ويدينا الدعم اللي محتاجينه. وقت ما نحس بالاحباط يكلمنا مكالمه اخر اليوم اللي بتبقى قبل النوم دي، يعني حد حاسس بيك وحاسس بيه. لكن اصعب خطوه في الموضوع كله هي خطوه الاختيار، بناء عليها بيجي بعدها حاجات تانية كتير، وانتي واختياراتك بقى عشان ما تدمريش حياتك. المهم في هذه المرحله بقى انتي مش مطلوب منك انك تفضلي مكرسه حياتك للارتباط، ولا انك تفضلي عايشه سنجل مرتاح، بس مطلوب منك انك تدوري جوه ذاتك، ذكرياتك والهتف ده. لا بجد مطلوب منك كل يوم بيمر عليكي انك تتعلمي حاجه جديده وتطوري من نفسك، وتحققي السعاده لنفسك من غير ما تستني حد يحققها لك. قولوا لي في التعليقات انتوا مع اي فريق، السنجله ولا الارتباط؟